بناتي وولادي في برايمري 1 وحشتوني جدا جدا قوي خالص. خلصنا الأجازة وخلصنا الترم الأولاني وهنبدأ مع بعض الترم التاني في منهج برايمري 1 من كتابنا كتاب المعاصر. وما تنسوش زي ما تعودنا دايما هنلاقي شرح اليونت كامل في حلقة واحدة بس موجودة على قناتنا هنا قناة اليوتيوب علشان تقدروا ترجعوا لها أي وقت من غير ما نتوه. كمان تحت في الديسكريبشن بوكس هتلاقي عندك لينك قنوات التليجرام كلها علشان تقدر ترجع للتسجيل الصوتي اللي فيه كلمات كل درس أي وقت انت حابب. وما تنسوش حل الجنرال اكسرسايز هتلاقوه موجود على قنوات التليجرام. هنبدأ مع بعض يونت 1. يونت 1 بعنوان My Week. My Week أسبوعي. وفي يونت 1 هنتعرف مع بعض على Days of the Week. Days of the Week أيام الأسبوع. هنبدأ مع بعض نقرأ كلمات أيام الأسبوع وننطقها بطريقة صحيحة. علشان كده هطلب منكم إن احنا نركز ونبعد عن أي دوشة وتبدأوا تسمعوني وتكرروا ورايا. يوم السبت Saturday. Saturday. يوم الحد Sunday. Sunday. يوم الاثنين Monday. Monday. يوم الثلاثاء Tuesday. Tuesday. يوم الأربعاء Wednesday. Wednesday. يوم الخميس Thursday. Thursday. يوم الجمعة Friday. Friday. يبقى أنا عندي Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. وكده احنا تعرفنا مع بعض على أيام الأسبوع. ندخل بقى مع بعض على الإكسترا فوكاب. دي كلمات إضافية هنحفظها علشان نبقى أشطر وأشطر. يأتي come. come. يوم day. day. بعد after. after. اليوم today. today. قبل before. before. أسبوع week. week. يذهب go. go. حديقة park. park. زي ما تعودنا من الترم الأولاني بعد الكلمات بيكون عندنا pop quiz وده كويز صغنن كده بنحله مع بعض. look, read and tick. هنحط true عند الكلمة الصحيحة. number 1 قال لي ده يوم Saturday. Saturday. الثلاثاء Tuesday. الأربعاء Wednesday. Wednesday. كده احنا حلينا مع بعض الباب كويز بكل سهولة. نيجي بقى لجزء listening. تسمعوني كويس جدا جدا. يلا بينا. Listen the following dialogue. How many days are there in a week? كم عدد الأيام في الأسبوع؟ هيقول لي there are 7 days in a week. How many days are there in a week? There are 7 days in a week. يوجد 7 أيام في الأسبوع. طيب لو جه قال لي what day is it today؟ النهاردة إيه؟ ما اليوم؟ What day is it today؟ قال لي today is Sunday. Today is Sunday. What day comes after Monday؟ طب وإيه اليوم اللي بيجي بعد؟ comes معناها يأتي. after بعد. يأتي بعد يوم الاثنين. قال لي Tuesday. 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 What day comes before Saturday؟ إيه اليوم اللي بيجي قبل يوم السبت؟ قال لي Friday. Friday. هنيجي بقى بعد كده هنلاقيه هنا بيقول لي asking and answering questions about days. ودي أسئلة وإجابات عن الأيام. يعني لو جه يسألني ويقول لي how many days are there in a week؟ هجاوب وأقول there are 7 days in a week. How many days are there in a week؟ كم عدد أيام الأسبوع؟ أو كم عدد الأيام في الأسبوع؟
فالإجابة بتاعتي هتكون There are 7 days in a week. يوجد 7 أيام في الأسبوع. طيب السؤال التاني قال لي What day is it today؟ ما اليوم؟ هجاوب واشوف اليوم اللي أنا موجودة فيه وهقول له Today is Sunday. Today is Monday. Today is Friday. يبقى لو أنا عايز أسأل على اليوم أصحابي النهاردة إيه؟ What day is today؟ قال لي هجاوب وأقول Today is Sunday. نيجي بعد كده قال لي days of the week with before and after. يعني إيه؟ قال لي أيام الأسبوع مع before و after. يعني إيه before؟ قال لي before يعني قبل. طب ويعني إيه after؟ قال لي after يعني بعد. Monday, Tuesday, Wednesday. لي Monday, Tuesday, Wednesday. جايب لي ال3 أيام دول وتعالوا نشوف إزاي هيسألني وإزاي هجاوب. What day comes before Tuesday؟ أهو أنا عندي Tuesday. قال لي before يعني قبل. before فهقول له Monday, Monday, Monday. يقول لي Wednesday comes before Thursday. Wednesday الأربع comes before يأتي قبل Thursday الخميس. طيب إزاي هستخدم after؟ قال لي هنا أهو Monday, Tuesday, Wednesday. ممكن يجي يقول لي What day comes after Tuesday؟ يا ترى إيه اليوم اللي بيجي بعد الثلاثاء؟ أنا عندي Tuesday أهي. إيه اللي بيجي after بعد؟ قال لي اللي بيجي بعد يا مس وهو Wednesday. Wednesday. يبقى أنا عندي هنا Wednesday. في هنا مثال صغنن بيقول لي Sunday comes after Saturday. Sunday comes after Saturday. وكده احنا عرفنا ازاي نستخدم before and after. before يعني قبل و after يعني بعد. بعدها على طول يا أصحابي قال لي talking about what you do on each day. تعالوا نتكلم احنا بنعمل ايه كل يوم. What do you do on Friday؟ يا ترى هل ترى احنا ممكن نكون كلنا بنعمل ايه يوم الجمعة؟ دايما ده بيكون يا مس الويك اند واجازة بقى، فاكيد في ناس بتلعب في البيت، بتخرج بره، بتروح الحديقة، في ناس كتير بتعمل حاجات مختلفة. فهنا بيقول لي What do you do on Friday؟ I go to the park on Friday. أنا أذهب إلى الحديقة يوم الجمعة. I go to the park on Friday. ده معناه يا مس إنه أيام الأسبوع هتاخد حرف الجر on، فهقول on Sunday، أو ممكن كمان أقول on Monday. يبقى أيام الأسبوع هتاخد حرف الجر on. برافو برافو. طيب عندي هنا sight words مهمة قوي. قال لي sight words دي are words you know by looking quickly. يعني الكلمات دي أنا هعرفها أول ما أبص لها كده بسرعة، خلاص أنا عرفتها. زي إيه sight words دي؟ قال لي is, at, before و after. بعد كده هنيجي لسؤال البوب كويز بتاعنا. نيجي هنا للبوب كويز بتاعنا. Look, read and choose. What day comes before Friday؟ خدوا بالكوا هنا بيقول لي ايه؟ قال لي before Friday، قال لي على طول Thursday. What day comes after Sunday؟ after بعد Sunday Monday. Number 3. How many days are there in a week؟ احنا خلاص حفظنا there are 7 days. There are 7 days. آخر سؤال عندي بيقول لي What day is it today؟ النهاردة ايه؟ جايب لي هنا في الصورة اهو الأحد، فهقول له It's Sunday. It's Sunday. وهنوصل دلوقتي مع بعض زي ما تعودنا في الترم الأولاني لجزء الهومورك، وده الرايتنج كورنر.
نبدأ نكتب هنا أيام الأسبوع علشان نحفظها، وكمان خطنا يبقى حلو علشان هنكتب على الفور lines. وصلنا دلوقتي مع بعض ل General Exercise on Lesson 1. زي ما احنا متعودين احنا مش بنحله هنا في الفيديو، لكن ده الهوم ورك بتاعكم يا أصحابي، هتحلوه ولو حبيتوا تصححوا عشان تشوفوا إجاباتكم صح ولا صح هتروحوا تفتحوا قناة التليجرام بتاعتنا، هتلاقوا الحل موجود عليها تقدروا تصححوا منها. Lesson 2 دايما بيكون جزء الفونكس. جزء الفونكس بنبدأ نتعلم فيه letters و sounds جديدة. أهم حاجة هنتعلمها مع بعض النهاردة ومن الحاجات اللي هنتعلمها مع بعض النهاردة letter W W and Q Q and the sound of letter W is W W. Listen and repeat. يلا مين هيكرر معايا؟ ساعة يد watch watch watch. حائط wool 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 ولا wall wool wool wool. رياح wind wind. شباك window window. ماء water water water. بعد كده هنيجي لletter Q and the sound is qua qua. queen queen. question question. quack quack. quite quite. سؤال يعني question. صوت البطة quack quack. هادئ يعني quite quite. نيجي بقى للبوب كويز وهنا بيقول لي look read and complete with Q or W. It is my هنكتب هنا watch. She is a queen. She is quite. It is a wool. وبكده نبقى احنا حلينا البوب كويز بتاعنا بكل سهولة. نيجي بعد كده نشوف مع بعض ازاي هنكتب الليترز باي دايركشنز بطريقة صحيحة على اللاينز بتاعتنا. وهنا هنكتب letter W وهعمل slash down slash up slash down slash up. This is the capital W. طيب وهنكتب السمول ازاي؟ قال لي slash down slash up slash down slash up. كتبناها بكل سهولة. نيجي عندنا letter Q Q وأنا هنا بعمل big circle slash small half a circle line down. نيجي هنا لجزء الهومورك وده هيكون الهومورك تايم بتاعنا. lesson 3 قال لي meals of the day. وجبات اليوم meals of the day. وجبة الإفطار وهقول عليها breakfast breakfast. وجبة الغداء lunch lunch. وجبة العشاء dinner dinner. بعد كده عندي foods and drinks أطعمة ومشروبات. دجاج chicken chicken. أرز rice rice. sandwich sandwich sandwich. شوربة soup soup. عصير juice juice. خبز bread bread. عندي كمان أفعال عندي هنا في الدرس بتاعي. قال لي يأكل يعني eat eat. يشرب drink drink. كعب طماطم tomato tomato. بيتزا pizza pizza. موزة banana banana. بيض eggs eggs. تفاحة apple apple. وعندي لبن milk milk. طبعا احنا قرأنا الكلمات يبقى على طول هندخل على pop quiz. قال لي look and write the missing letters. تعالوا نشوف ايه الحروف اللي ناقصة ونكتبها. number 1 dinner ودي الحروف اللي ناقصة. number 2 sandwich sandwich. number 3
lunch. Number 4 drink. كده حلينا البوب كويز ده بكل سهولة. نيجي هنا لجزء الليسننج بتاعنا وهنبدأ نسمعه. وهنا عندي المس جايبة meals of the day. Good morning class. What do you have for breakfast? صباح الخير أيها الطلاب. قولولي كده بتتناولوا إيه على وجبة الإفطار on Friday يوم الجمعة. I eat bread and eggs on Friday. I eat bread and eggs on Friday. I drink milk every day. أنا باكل الخبز والبيض في يوم الجمعة وكمان بشرب حليب كل يوم. I eat a sandwich and drink juice. I eat a sandwich and drink juice. وأنا باكل ساندويتش وبشرب عصير. Great! What do you eat for lunch? طب ويا ترى بتتناولوا إيه على الغداء؟ I eat rice and chicken. I eat soup and bread. Nice! What about dinner? I eat a sandwich. هنا على الغداء في حد قال لي I eat rice and chicken. باكل رز ودجاج. وفي حد تاني قال بتناول الشوربة والخبز. I eat soup and bread. جت التيتشر قالت لهم Nice! What about dinner? طيب وعلى العشاء يا ترى بتتناولوا ايه؟ فهنا قال لي I eat a sandwich. I eat a sandwich. نيجي بعد كده هنلاقي عندنا هنا بيقول لي talking about what you eat for each meal. التحدث عن ما نتناوله في كل وجبة. What do you have for breakfast? ماذا تتناولين في وجبة الفطار؟ لو جه حد سألني كده وأنا عاوزة أجاوب إجابة تبقى صح يا مس وأبقى من أشطر الشطار هقول إيه؟ يبقى هنا هقول I eat a sandwich for breakfast. طيب ما أنا ممكن أغير كلمة sandwich دي مش مهم. المهم إن أنا هنا هقول I eat وهقول الحاجة اللي باكلها for breakfast. But what do you have for breakfast? I eat a sandwich for breakfast. What do you eat for dinner? طب وماذا تتناول لوجبة العشاء؟ هنا جه قال لي I eat eggs, bread and apples for dinner. أنا بتناول البيض والخبز والتفاح لوجبة العشاء. كده يا أصحابي عرفنا إزاي نسأل وكمان نجاوب. نيجي هنا في البوب كويز علشان أحل السؤال ده بطريقة صحيحة. بيقول لي read and complete with the words from the box. شايفين البوكس اللي عندنا ده؟ علشان أبدأ أحل السؤال بتاعي بطريقة صحيحة لازم أقرأ الأول الكلمات دي وبعد كده أبدأ أحل. eat, lunch, drink. What do you have for إيه اللي ينفع؟ قال لي يبقى هنقول هنا lunch. I know at rice and chicken for lunch. يبقى هقول I eat. كده احنا جاوبناها بطريقة صحيحة. أنا قرأت الدرس بتاعي صح وقرأته واحدة واحدة وفهمته كويس جدا جدا. حفظت الكلمات. هاجي هنا أقرأ الكلمات هاجي أحل هلاقي نفسي بحل بكل سهولة. أصحابي هنا بقى الهومورك تايم بتاعنا. بعد كده هنلاقي عندنا الجنرال اكسرسايز ودايما هفكركم ان انتوا تقدروا تحلوه كهومورك ولما تحبوا تصححوه هتدخلوا عندنا على قناة التليجرام هتلاقوا الإجابات موجودة هتصححوا منها. نيجي لليسن 4. في ليسن 4 هيكون عندي phonics. النهاردة هنتعرف مع بعض على 2 letters جداد. عندي letter V and Z أو Z الاتنين صح. And the sound of letter V is V. The sound of letter V is V. آلة الكمان violin, violin, violin. خضروات vegetables, vegetables, vegetables. مزهرية vase, vase, vase. سترة vest, vest, vest. شاحنة صغيرة van, van, van. هنيجي بعد كده ويكون عندنا letter Z and the sound is Z, Z.
Z Z. حمار وحشي zebra zebra. سوستة zipper zipper. شكل متعرج zigzag zigzag، وكتير مننا قوي عارفينه. رقم 0 0. حديقة الحيوان zoo zoo. كده احنا قرأنا الكلمات وعرفنا انه the sound of letter V is V and the sound of letter Z is Z. وكانت عندنا الكلمات دي، وطبعا نقدر نرجع على قناة التليجرام نفتح الفويس ونسمع الكلمات ونكرر وراها واحنا بنحفظها. بعد كده عندي هنا في البوب كويز قال لي look at the pictures then choose the correct beginning letter. تعال نبص على الصور ونختار يا ترى الصورة دي بتبدأ بأي حرف. Number 1 zebra. Number 2 van. Number 3 vest. Number 4 zigzag. وحليناها بكل سهولة. نيجي بقى لوقت كتابة اللترز بتاعتنا على اللاينز باتجاهات صحيحة. نيجي هنا slash down slash up slash down slash up. كده كتبنا الكابيتال V السمول V. نيجي هنا كمان وهعمل dash slash down dash dash slash down dash and this is the capital Z and a small z أو capital Z small z. نيجي هنا للهومورك تايم بتاعنا، نكتب الكلمات بخط حلو جدا جدا. ووصلنا مع بعض للجنرال اكسرسايز 4. هنلاقي الحل موجود على قناة التليجرام. وبكده يا أصحابي احنا خلصنا مع بعض يونت 1. هنا عندي جزء الريدنج والرايتنج سكيل، وده مهم جدا جدا ان احنا نتدرب على قراءة الجمل دي. هتساعدني على القراءة وتحسن مستوايا في القراءة، وكمان هتحسن مستوايا في الكتابة. فلو احنا قادرين نتمرن على قراءة الجمل دي مرة واثنين وثلاثة وكمان نكتبها، هنبقى أشطر الشطار. أصحابي وصحباتي، وصلنا لنهاية شرح يونت 1 من منهج برايمري 1. استنوني في باقي الحلقات علشان نشرح مع بعض المنهج كله للترم التاني. وما تنسوش هتوحشوني جدا جدا قوي خالص. وبس كده خلاص.